ازاي نخس في رمضان يا كوتش ابو الخطاطيب؟ اقول لكم، اول حاجة ما ينفعش تبدأوا فطاركم بعصاير او حلويات كده، انسى انك هتخس. لازم تبدأ فطارك بايه بقى؟ بكوباية مية كبيرة، بعديها طبق سلطة، بعديها فراخ او لحمة او سمك، طبعا ما يكونوش محمرين، يكونوا متشوحين في جريل، اير فراير، مسلوقين، مشويين، براحتكم. بعديهم شوية رز صغيرين. من ما تروح للحاجات اللي بتتخن اصلا اوريدي هتكون شبه شبعت. ممكن تدوق منها حاجات بسيطة جدا من نفسك، بس حاجات بسيطة، والافضل تتابعني لان كل الحاجات دي انا هعملها لكم بطريقة دايت، اللي هي الحلويات والكنافة والحاجات دي هعملها لكم بطريقة دايت. لكن لو مش هتاخدوها مني او من على الصفحة عندي، اوعى تاكل كنافة، اوعى تاكل قطايف، اوعى تشرب عصاير، الحاجات دي جدا هتتخنكم. ثانيا، ما بين الفطار والسحور حاجة بقى ايه خفيفة كده، علبة زبادي، قطعة جبنة قريش صغيرة كده. في السحور بقى ممكن ايه؟ بيضتين، معاهم كوباية زبادي صغيرة خالية دسم، شريحة توست. الحاجات دي كده ايه مشبعة، وفي نفس الوقت مش هتخنكم. بس كده. وكل سنة وانتم طيبين وبعد الأيام عليكم، والسلام عليكم. واوعوا تنسوا صحيح تتابعوني، لان انا بنزل لكم وصفات حلويات دايت هتلاقوها عندي على الصفحه.